الجزء الثاني من قصة الإخوة الثلاثة الذين يعيشون مع بعضهم في منزل واحد. قبض 1200 درهم، غضبوا منه وقالوا: لقد سولت لك نفسك وقمت بخيانتنا، ولكن سوف نخصمها من مصاريف زوجتك وأولادك هذا الشهر. فلم يعترض وقال: حسناً، لا مشكلة، أهم شيء جمع مال المشروع. لقد كان الشاب واثقاً، وذات مرة اتصل بزوجته وسألها عن الأحوال هناك، وهل يجمع إخوته المال للمشروع، وهل يعطونها المال؟ أجابت: لا يعطونني أي شيء منذ رحيلك، كل ما يفعلونه لنا هو أطعامنا فقط لا غير، حيث يقومون بشراء المجهورات لزوجاتهم والألعاب لأولادهم، ولم يشتروا لنا أي شيء. فأغلق الشاب المكالمة واصبح حزيناً من خانة إخوته. فأقبل الرجل يبحث عنه، فوجده يجلس وحيداً تحت شجرة يبكي. فقال له الرجل: ما بك أيها الشاب؟ لماذا أنت حزين؟ أجاب: لا شيء، كل ما في الأمر أنني أشتاق لعائلتي فقط. لقد مضى عام ونصف وهو يقوم بإرسال المال كاملاً، وكان يظن أنه سيعود إلى وطنه ويجد مشروعة جاهز. وفي اليوم التالي ذهب الشاب إلى الرجل وهو بشعر باليأس، وكان الهم واضحاً على كتفه، وقال له: أريد أن أعود إلى وطني، ابحث عن راعي آخر يهتم برعاية حظيرتك. فأجاب الرجل: كما تريد، ولكن إذا استطعت أقناعي بأن أدعك ترحل سوف أسمح لك بالرحيل، وإذا لم تستطيع ستواصل العمل. فقال الشاب: ماذا أقول لك؟ هل أخبرك بأن أخوتي قاموا بخداعي واستغلالي كل هذه المدة؟ هل أخبرك بأنهم خاتوا الوعد الذي قطعناه وقاموا بخداعي ونهبي طول هذه الفترة؟ هل أخبرك سيدي أنهم حرموا أولادي من مال أبيهم وتعبه وغربته بعيداً عنهما لسنة ونصف دون رحمة ولا شفقة؟ ولم يفكر أحدهم كيف أقضي أيامي في العمل هنا تحت حرارة الشمس وقسوة الظروف. لم يفكر أحدهم كيف كنت أحرم نفسي من شراء قميص جديد بينما ألبس ملابسي الممزقة والباليه. لقد حرمت نفسي من كل شيء من أجل بناء مشروع لنا جميعاً لنعيش سوياً يداً بيد ونأكل لقمة هنية تحت سقف واحد. لقد نهبوا كل مالي ودفنوا حلمي، وأصبحت كما كنت في الماضي. فتأثر الرجل وشعر بالحزن والأسف، ثم قال له: